يا إمام، وددت لو أعرف رأيك في مسألة اختلف عليها الفقهاء. قل ما عندك يا ابن محمد. رجل عنده إناءان، أحدهما به ماء طاهر والآخر به ماء نجس، ولا يستطيع أن يفرق بينهما، ولا يجد ماء آخر للوضوء، فماذا يفعل؟ وما رأي الإمام مالك في هذه المسألة؟ يرى الإمام مالك أن يتوضأ الرجل من كل إناء الطاهر والنجس ثم يصلي. وما رأي الإمام أبي حنيفة؟ يرى أبو حنيفة أن يتحرى الرجل ما في الإناءين ثم يعمل بما وصل إليه اجتهاده سواء صوابا أو خطأ ثم يصلي. فما ترى أنت يا إمام؟ أرى إن كان الماء طاهرا باليقين في أحد الإناءين فهو نجس باليقين في الإناء الآخر، لذا على هذا الرجل أن يترك ما في الإناءين من ماء ثم يتيمم ويصلي. عفوا يا إمام، نراك تعمد إلى التيسير في بعض المسائل وإلى التشدد في مسائل أخرى، فما هو المعيار عندك؟ أتشدد في كل ما يتصل بالعبادات كالطهارة والصلاة لأنها حق الله، أما المعاملات بين الناس فأساسها صالح الجماعة، ولذا آخذ بالتيسير فيها. حفظك الله يا إمام، هكذا نفهم موقفك من مسألة خلق القرآن. مسألة خلق القرآن وغيرها من مسائل الغيبيات كالقضاء والقدر لا نستطيع أن نقطع برأي فيها، فنحن نأخذها من الكتاب والسنة ولا نزيد عليها شيئا. أما مسائل معاملات الناس فنستطيع أن نجتهد فيها بما يحقق التبسيط والتيسير. بقي للوصول إلى مصر؟ مسيرة 4 أيام. وكيف نواصل السير؟ لم يبقى عندنا غير قوت يوم واحد. لا تبالي يا حمدة، لا تبالي، لا تبالي. نحن على مقربة من مدينة حران، أذهب إليها وأتيك بما يكفينا. وهل معك ما تشتري به؟ يا حمدة، يا حمدة، أبيع عباءتي وأشتري بقيمتها ما يلزمنا. وماذا ترتدي لو بعت هذه العباءة؟ أرتدي عباءتي القديمة يا حمدة. القديمة؟ كم جاءتك آلاف الدنانير من الأمراء والخلفاء، لو أبقيت شيئا منها ما بعت ثيابك لنأكل. يا حمدة، إنما أنفقت ما جاءني على الإحسان والخير، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. قادك الإسراف إلى ما أنت فيه. صار الشافعي يرتدي هذه العباءة القديمة. علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. كم ينطق شعرك بالحكمة، ولكن الحكمة لا تطعم ولا تكسو غير عباءة قديمة. يا حمدة، أنا لا أبالي بما يكون عليه مظهري، فالجوهر لا المظهر. الناس يرون المظهر لا الجوهر. انتظريني يا حمدة، سوف أبيع عباءتي وأجيء بما نحتاج إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معي هذه العباءة، أتحب أن تشتريها؟ سيدي لا يشتري الثياب القديمة. انتظر يا رجل، يا رجل. هذه العباءة ليس بها عيب، أبيعك إياها ب5 دراهم. من أنت؟ عابر سبيل. ما اسمك؟ محمد بن إدريس الشافعي. هذا ما ظننت، هذا ما حسبته. كم أنا سعيد بهذه المصادفة يا شافعي. من أنت؟ ألا تعرفني؟ ألا تتذكرني؟ قبل سنوات صليت في مسجد بغداد وسهوت في الصلاة، فأخذتني وعلمتني ما أفعل. أمليت علي كتابا في سجود السهو. الزعفراني. نعم، أنا الزعفراني. أخوي، اركب يا رجل. إلى أين؟ إلى داري. عفوا يا أخي، لقد تركت زوجتي مع القافلة في الصحراء وأريد أن أعود إليها. لا تقلق، سوف أرسل لها زوجتي مع بعض الأعوان ليعودوا بها إلى داري. اركب يا شافعي. والله أنا لا أريد أن أشق عليك، خذها ب4 دراهم إكراما للصلة بيننا. اركب يا شافعي الفرس وأطعني فيما أطلب. بل أنت الذي تركب الفرس وأنا أسير مع تابعك. والله لا يركب إلا أنت، ولا يمسك بزمام الفرس إلا أنا. هذا كتابك يا شافعي عن سجود السهو، لا يفارقني. تعلمته ونسخته للكثيرين غيري. هذا أول كتاب أمليته، هل أعطيتني نسخة منه؟ ألا تحفظه في ذاكرتي؟ أحفظه، ولكنني أريد أن أراجع ما أمليته عليك، فربما فاتني شيء فأضيفه، أو أخطأت في شيء فأصححه. أنت لا تخطئ في شيء يا شافعي، ولا يفوتك شيء. أستغفر الله، أستغفر الله. سبحان من لا يسهو. من ظن أنه أدرك نهاية العلم فقد جهل. الكتاب لك، ولعلك خلال إقامتك معي تملي علي كتابا عن الصلاة، فلا يجوز أن تكتب عن سجود السهو وتترك الصلاة ذاتها. ليتني أجد الوقت، ولكني أرحل غدا إن شاء الله. لا يكون ذلك أبدا. بقيت عندك 3 أيام، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام، وما زاد عن ذلك فهو صدقة. لست أدعوك ضيفا، أنت في دارك وبين أهلك. ألا تعرف أن العلم رحم بين أهله؟ جزاك الله خيرا بما أكرمتني وأهلي، ولكن الرحيل لا بد منه. ما يدفعك إليه؟ عندي 4 ضياع، هي أجمل ضياع حران وأكثرها غلة، نقتسمها معا. أنزل لك عن نصفها وأحتفظ لنفسي بالنصف الآخر. ما تركت بغداد ضيقا بالعيش أو طلبا للرزق، ولكني سأذهب إلى مصر طلبا للعلم. لن تجد في مصر أو غيرها من هو أعلم منك تأخذ عنه. أعظم الله أجرك، مات الليث بن سعد رحمه الله. أعلم ذلك، ولكن العلماء لا ينتهون بموتهم، ولكن تلاميذهم يحملون علمهم. إذا كنت مصمما على الرحيل، فهل أطمع أن تعود إلى حران مرة أخرى؟ لا أعرف كم تطول إقامتي في مصر، ولكن أسأل الله أن يجمعنا مرة أخرى كما جمعنا على غير موعد. خذ هذه يا شافعي. ما هذا؟ صرة بها بعض المال، بالله عليك لا تردها. كم بها؟ 4000 درهم. وما مناسبة الهدية؟ ليست هدية، إنها ثمن العباءة التي أردت أن تبيعها لي. العباءة؟ العباءة التي كنت أعرضها ب4 دراهم؟ وأنا أقدرها ب4000. أنت تبيع كما تريد، وأنا أشتري كما أريد. أليس هذا أساس الصحة في العقود؟ مرحبا بك في مصر. هات يا محمد متاع الشافعي من على الدابة وأدخله في الحجرة المخصصة له. انتظر يا محمد، فأن أقيم عندك يا ابن عبد الحكم. ما يمنعك يا شافعي، تفضل.
أخاف أن آخذك إلى المذهب المالكي بعدما عرفت أنني شيخ المالكية في مصر. كأنك تريد أن تفتعل خصومة بيني وبين شيخ مالك. أنا مدين له أكثر منك. لما إذا ترفض النزول بداري؟ أخوالي هنا من بني الأسد، أنزل عندهم. هم من قبائل اليمن التي شاركت عمرو بن العاص في فتح مصر. ما لنا وأخوالك، فلتزورهم وقتما تريد. أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة نزل عند أخواله بني النجار. تتمسك بالسنة كلما وجدت الفرصة؟ السنة يا محمد هي المرجع الثاني للمسلمين بعد كتاب الله. لا أحب أن أفرض عليك ما لا تريد، ولكني أضع نفسي في خدمة ما تطلب. أتعرف أول شيء أطلبه في مصر؟ ماذا تطلب؟ زيارة قبر الليث بن سعد والتعرف على محبيه وحامل علمه. بوسع يا عمي أن أصحبك في الزيارة وأدلك على تلاميذي. فليكن ذلك يا محمد، ولكني أجد أباك مترددا في ذلك. أنا كما تعلم شيخ المالكية في مصر، وأتباع الإمام مالك لا يحتاجون لمن ينتصر لغيره، ولكني أخالفهم. عجيب أمر المالكية هنا. أتعرف أكثر المشكلات التي نواجهها في مصر التعصب الأعمى، فلا يرى أحد إلا رأيه، ولا يقبل الاستماع إلى رأي غيره. خالفوا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التعصب الذي نعانيه ليس فقط بين المذاهب وبعضها، ولكنه بين أتباع المذهب الواحد. فلدينا فتيان بلغ به التعصب أنه خرج عن المالكية، واتهمنا نحن بالتخاذل عن مناصرتها. أدعو الله أن يوفقني لإحلال السماحة مكان التعصب. هيا بنا يا عمي إلى مسجد الإمام الليث. أريد بعد ذلك أن أصحب زوجتي لزيارة السيدة نفيسة، فهل ترسل لي من يستأذن بي في ذلك؟ على الرحب والسعة، تفضل تفضل. إذا رمت المكارم من كريم فيمم من بنى لله بيتا، فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. ما أسفت على أحد لم أحظى بلقائه كالليث بن سعد. تمنيت لو رأيته في حياته، ولكن القدر سبقني إليه. غفر الله له. كان الليث رحمه الله مثالا للخلق الطيب، فلندعو له بالرحمة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته. آمين. اللهم ادخله فسيح جناتك. آمين. اللهم ادخله الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكيف جاءك فقه الإمام الليث يا عمي وأنت لم تزر مصر من قبل؟ جاءني عن يحيى بن حسان عندما كنت في نجران في اليمن، والذي شدني إلى هذا الفقه أنه يربط بين نصوص القرآن الكريم والحديث وبين مكارم الأخلاق. رحمك الله يا ليث، اجتمعت فيك خصال لم تجتمع لعالم قبلك: العلم والعمل والزهد والكرم. كان رحمه الله كالإمام مالك بن أنس، محدثا وفقيها. عفوا يا ابن عبد الحكم، لقد تابعت المحاورات والرسائل بين مالك والليث، وأشهد أن الليث كان أقوى حجة من مالك. كان على كل حال صديقين متحابين يقدر كل منهما الآخر. وددت ألا يضيع فقه الليث كما ضاعت كتبه. لا تقلق يا عمي، فالبويطي وبعض تلاميذه يجمعون هذا الفقه. كم يحتاجه المسلمون للتعرف على دينهم. بنا يا شافعي حتى نلحق بموعد السيدة نفيسة. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا إسحاق؟ الحمد لله. وكيف حال نفيسة؟ لقد أوحشتني كثيرا. إنها بخير، وهي في خلوتها الآن، فقد تعودت أن تقضي بعض الوقت في الخلوة. إن شئت دخلت إليها. أدخل إليها. تفضلي. يا أهلا، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا.
كم أسعدني وجودك في مصر يا إسحاق. جزاك الله كل خير. ما أخبار الفقه عندك يا شافعي؟ سمعت أنك تضع كتابا في أصول الفقه. هذا ما أحاوله وبالله التوفيق. ما سبقك أحد من العلماء في هذا الاتجاه؟ متى أتممت كتابك هذا وضعت مقياسا للخطأ والصواب في مسائل الفقه؟ فليكن فقه مالك هو الأساس الذي تستخرج منه القواعد. إنما أعتمد عليه وعلى غيره من العلماء. تقصد فقه أبي حنيفة النعمان؟ وأقصد أيضا فقه جعفر الصادق. عرفت بعضا منه عندما كنت في اليمن، وأريد أن أستزيد يا إسحاق. أخاف ألا تجد عندي ما تطلب، فأنا متبع ولست مجتهدا. بل عندك ما أطلب. ألست ولد جعفر الصادق الذي أخذ عنه وتعلم منه الفقه؟ لا أتردد عن مساعدتك قدر ما أستطيع. حدثني عن أبيك الصادق يا إسحاق، وقد كان على رأس آل البيت بعد استشهاد عمه زيد بن علي. يا أهلا، حمدا لله على سلامتك. أهلا بك يا حبيبتي، أوحشتيني كثيرا يا وأنت أيضا. كيف حالك وحال الشافعي؟ الحمد لله. خشيت ألا ألقاك في مصر. قال الرسول الذي جاء بهديتك إنك ستتركينها بعد أسابيع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تمسك أهل مصر ببقائي وقتا أطول. تفضلي يا نفيسة. شكرا يا حمد. وكيف حال مصر وأهلها؟ أهلها متمسكون بالدين، مقبلون على العلم، محبون للضيف. لولا أنهم كذلك ما طابت لك الإقامة بينهم. رأيت عند باب الدار جماعة من الرجال والنساء ينتظرون الدخول إلى مجلسك، يأخذون من علمك. لقد جاءهم الشافعي، ما عادوا بحاجة إلى علمي. أستغفر الله. أغلبهم يعرفه ويسمع به، ومنهم من حضر مجالسه في بغداد ومكة وشهد له برجاحة العقل وسعة العلم. علمه جاءه من التعلم والدرس، أما علمك يا نفيسة فهو الأندر والأنفع. هو العلم اللدني يعطيه الله لمن يحب، فمن آنسه الله بقربه أعطاه العلم بغير طلبه. بالله عليك يا حمدة، لا تغريني في نفسي. الله، ثوب جميل وأجمل ما فيه هذا التطريز. لقد طرزته زوجة ولدي عثمان، جزاها الله خيرا. وكيف حال عثمان؟ أذكره منذ كان صغيرا. صار شابا يافعا يعمل بالتجارة. لقد تركناه في بغداد لأن زوجته تنتظر وليدا. بارك الله فيهما ورزقهما بالذرية الصالحة. أساس الفقه عند جعفر الصادق أنه لا يوجد حديث يخالف نصوص القرآن الكريم، وكل ما يوجد من أحاديث مخالفا لنصوص كتاب الله تعالى لا يعتد به مهما يكن سنده. هذا هو رأيي، فالحديث لا يبدل ولا ينسخ ما جاء في كتاب الله. وما رأيه في الفروض، الصلاة والزكاة؟ أبي يرى أنه لا يحق للمسلم أن يدخر قوت أكثر من عام. إذا كان هناك في الأمة من يحتاج إلى طعام أو إلى شراب أو دواء أو حتى ما يركبه، ويرى أنه إذا سرق السارق لأنه لا يحصل على الأجر الذي يكفيه هو وعياله، فالذي يستغله
أولى بقطع اليد. قل لي يا إسحاق، ما رأي أبيك في إمامة أبي بكر وعمر؟ بعض العلويين ينكرها ويسقطها. أبي جعفر الصادق وجدي محمد الباقر كان يقولان: من جهل فضل أبي بكر وعمر مستحق للقتل، لأنه جهل السنة ولا يشفع له أنه كان يحب أهل البيت. نعم، فهو لا يرى كما يرى بعض العلويين أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأحق بها علي بن أبي طالب. كان أبي رحمه الله يرى عليا أفضل الصحابة، لكن الخلافة تركت لأبي بكر وعمر لمصلحة المسلمين في ذلك الوقت، فدماء المشركين الذين صرعهم سيف علي لم تجف، والضغائن في الصدور تطلب الثأر، ولذلك لم تكن من مصلحة المسلمين أن يتولى علي الأمر بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. حدثني عن رأي أبيك في دعاوى الزهد والتقشف التي تنتشر هذه الأيام. هذه الدعوة يراها أبي وسيلة يزينها الحكام للناس حتى لا يفكروا في المظالم، ولتعطيل الشورى التي أمر بها الإسلام. لهذا كان الحكام يخاصمونه ويعادونه. كان أبي يرى أن الزهد هو الاكتفاء بالحلال لا التجرد من الحلال، وكان يقول: إذا أقبلت الدنيا فالأحق بخيرها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها. أعرف أن أباك جعفر الصادق عرض عليه الثوار الخلافة بعدما سقطت دولة بني أمية. نعم، وقد أحرق الرسالة التي دعته للخلافة. كان يرى أن الاستمرار في العلم أنفع للناس، وقال: من طلب الرياسة هلك. سيكون لنا بإذن الله أحاديث طويلة عن فقه هذا العالم الذي قال عنه الإمام أبو حنيفة النعمان: صاحبته 2 كاملتين لولاهما لضل النعمان وهلك. ماذا بك يا أمير المؤمنين؟ خلوت بنفسي ليالي طوال أفكر في مسألة خلق القرآن. لقد قال أصحاب الكلام ما عندهم، وقال أصحاب الحديث رأيهم، وما بقي شيء في هذا الأمر. بقي فضل رأي الخليفة، خليفة الله الذي ارتضاه لإقامة دينه وإحقاق الحق بين رعيته. عفوا يا أمير المؤمنين، ما لنا وهذه المسألة التي ينقسم حولها المسلمون، فلو أخذت برأي جانب أغضبت الجانب الآخر، ولو سكت أغضبت الله تعالى. القرآن إمام المسلمين، أثر باق عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا أحسم الأمر فيه؟ وما الرأي الذي يراه أمير المؤمنين؟ هات القرطاس والقلم أمليك كتابا للولاة يحمل رأيي في هذا الأمر. السمع والطاعة يا مولاي. اجلس واكتب يا فضل. أما بعد، فقد اشتبه على الكثيرين مسألة خلق القرآن هذه، وخاض الناس فيها بأقاويل متناقضة، بينما الواجب أن يجتمعوا على رأي واحد. والرأي عندي أن القرآن مخلوق. أخذت جانب أصحاب الكلام يا مولاي، وسوف يشتط أصحاب الحديث غضبا. اكتب اكتب، والأدلة على ذلك كثيرة ومن القرآن ذاته. يقول تعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وهو القائل أيضا:
وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال أيضا: وجعل منها زوجها. صدق الله العظيم. فإن جعل هذه بمعنى خلق. وبماذا كان يرد أصحاب الحديث على هذه الحجة يا أمير المؤمنين؟ ما قالوا ردا مقنعا. اكتب يا فضل، اكتب. ويقول تعالى أيضا في محكم آياته: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فجعل له أولا وآخرا، فدل بذلك على أنه محدود. أما الذين يقولون بأن القرآن غير مخلوق فقد شبهوه بالصفة التي هي لله وحده، وهي الأزلية، وشبهوه به، وهذا ضلال وإلحاد. ما رأيك فيما تكتب؟ الحجة معك يا أمير المؤمنين، ولكني أرى ألا تدخل طرفا في هذه المعركة. أنا لا أتهرب من معركة تظهر الحق وتؤكده. اكتب. لهذا فإن من يرفض القول بمسألة خلق القرآن جاهل بأمر دينه، ولا يجوز أن نوليه أمرا من أمور المسلمين، ولا نقبل له شهادة، لأنه ليس له نصيب من الإيمان واليقين. انسخ هذا الكتاب بعدد الولاة، وهاته أوقعه لك بختمي لتبعث به إليهم. السمع والطاعة يا مولاي. حديثنا اليوم عن الزكاة، الركن الثالث في الإسلام، وهي مفروضة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وإجماع الأمة. وقد وردت مقرونة بالصلاة في 82 آية في الكتاب الكريم. وفي أول الإسلام بمكة كانت فريضة الزكاة مطلقة، لم يتحدد مقدار المال الذي تجب فيه ولا ما يؤخذ منه. وفي العام الثاني الهجري تحدد مقدارها 2.5% من مقدار المال الذي يزيد عن الحاجات الضرورية، بشرط أن يمر عليه عام هجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم يا شافعي على رأس الحاضرين وأكمل حديثي عن الزكاة. بل تكملين حديثك يا نفيسة العلم. إذا حضر الماء بطل التيمم. بل أنت الماء، أنت نهر العلم الذي لا ينضب يا حفيدة رسول الله. تفضل يا شافعي. بل عودي مكانك وأنا مكاني بين طلاب علمك يا نفيسة العلم. عندي 1000 دينار لا أحتاجها، وقد مر العام عليها، فكم تكون زكاتها؟ الزكاة المفروضة 50 دينارا، أما الزكاة المطلوبة المال كله ما دمت لا تحتاجينه. وما الفرق بين المفروض والمطلوب؟ المفروض هو الحد الأدنى، والمطلوب هو كل ما يزيد عن حاجة الإنسان. الشرع حدد أنصبة الزكاة، فكيف تخالفين الشرع يا نفيسة العلم؟ أنا لا أخالف، وقد أمر القرآن الكريم بمطلق إنفاق المال في طاعة الله، أما التحديد فهو الحد الأقل. ألا تعرفون أن الصلوات الخمس هي الفريضة، وأن السنن هي الزائدة؟ ولكنها لا تكون كل المال الزائد عن حاجة الإنسان. هذا ما أراه. عفوا يا نفيسة العلم، أهذا اجتهاد شخصي أم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم لك في هذا الأمر قدوة تأخذين عنها من الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم؟ نعم، أقتدي بصاحب رسول الله أبي بكر الصديق الذي أخرج ماله كله في سبيل الله، ولما سأله صلى الله عليه وسلم ماذا خلفت لعيالك؟ قال: الله ورسوله. نعم القدوة ونعم الاقتداء. عندي من الأموال ما يكفي دفع زكاتها مقدما ل3 سنوات، فهل لو دفعتها تسقط عني الزكاة في هذه السنوات الثلاثة؟ التعجيل بدفع الزكاة
فيه خلاف بين العلماء، هل يسقط الزكاة المستحقة أو لا يسقطها؟ فشيخي مالك رحمه الله كان يرى الزكاة عبادة، والعبادة محددة بوقتها، وكما لا يسقط الفرض عمن يصلي قبل الوقت، كذلك لا تسقط الزكاة عمن يقوم بإخراجها قبل وقتها، إنما يلزمه إخراجها مرة أخرى في موعدها. عفوا يا نفيسة العلم، اختلفت مع شيخي مالك في هذا الرأي، وقلت له إن الزكاة حق واجب للمساكين، والتعجيل بأداء الحقوق أجدى وأنفع من التأجيل، ولهذا أرى أن إخراج الزكاة مقدما لسنوات 3 يسقط الزكاة عن هذه السنوات. دعني أخالفك هذه المرة يا شافعي، وآخذ برأي شيخي الإمام مالك. هو شيخي وشيخك على كل حال يا حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب من الخليفة المأمون يا سيد الوالي. الخليفة يحذر من لا يقول بخلق القرآن ويمنع توليته أمور المسلمين ويبطل شهادته. أحسب أن هذا الكتاب لا يعني مصر، ولكنه أرسل إلى الولاة جميعا فجاءنا كما جاءهم. ولم لا يقصد مصر كما يقصد غيرها؟ نحن في مصر لا نعرف المقولة بخلق القرآن، وليست مدار أحاديث الناس في المجالس والمساجد. أعرف أن الناس عندنا يختلفون حول آراء فقهاء السنة، ولكنهم لا يناقشون الغيبيات التي تخرج عنها. ما سمعنا أحدا هنا يتحدث عن ذات الله وصفات الله وغير ذلك مما يتردد في العراق. وماذا لو أثرنا هذه القضايا بين أهل مصر وأدخلناها مجالات اهتمامهم؟ سوف نفتح على أنفسنا بابا من الاختلاف والاضطراب لا نستطيع أن نغلقه. يا جابر، نستطيع أن نفتحه ونغلقه وقتما نشاء. لا أفهم ما تطلبه يا سيد الحاكم. لو صارت أمور مصر آمنة مستقرة سهل على الخليفة أن يختار من يوليه أمورها. أما لو اجتاحتها الاضطرابات والفوضى اشتدت الحاجة إلى بقاء الوالي الذي يضبط الأمور. فهمت ما تعني. الكل يطمع في ولاية مصر ويسعى إليها، والحاكم لا يرى بأسا من إرضاء الواحد تلو الآخر. بينما لو اضطربت الأمور في مصر لاشتدت حاجة الحاكم إلى وال بعينه لا يستطيع تغييره. الحق معك يا سيد الوالي. نشعل النار ثم نخمدها ثم نشعلها ونخمدها. عندئذ يحس الخليفة بحاجته إلينا. مسألة خلق القرآن قادرة على إثارة الخلافات وربما الصراع، فما الذي بوسعك أن تفعله بشأنها؟ لا أعرف، فليس هناك من تدور هذه المسألة في خاطره. علينا أن نحرك الاهتمام بها ونجذب الأنظار إليها، ومتى أطلقنا الشرارة الأولى
اشتدت النار اشتعالا وبدون جهد منا. سلام عليك إمام المشاعر، سلام عليك إمام